بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الفيديو عربي متح وريول شو تحت زرقمي الإشاء نوخشي بوشن قاعدوا دير. بعد تحية الإكرام لشيشان الأردن، بعد التجارب والتجول والتعرف على المجتمعات الثانية، أقسم بالله العظيم، يمين بالله أسأل عنه أمام الله، أفضل أمة، أفضل مجتمع وأنجح مجتمع من دون أي منازع شيشان الأردن. هذه النقطة الأولى اللي راح نحكي فيها. والنقطة الثانية، الشيشان على بشكل خاص شيشان الجمهورية وبشكل عام شيشان المهجر أمام خطر كبير محدق وخطير جدا أمام الشيشان، مهددين. هاي النقطة الثانية اللي راح نحكي فيهم بهذا الفيديو. بالنسبة للنقطة الأولانية، هو مش حديث الساعة، هو حديث دائما يعني متجدد ديمومي، خاصة في بعض الفئة من الناس لا يكلون ولا يملون على استمرارية دائمة في فتح هاي المواضيع وإعادة إثارة هاي المواضيع. ولكن بين كل فترة وفترة إلا ما نسمع إنه شيشان الأردن ما استفادوا، ما فادوا، ما بحبوا غيرهم يستفيد. حتى أنا لما كنت في الأردن يعني أنا كنت مقتنع بهاي الفكرة قد ما سمعتها، قد ما كنت أقرأها. خصوصا الفئة، يعني هي فئة صغيرة اللي بتروج هاي للفكرة، أو صاحبة الأصوات النشاز اللي بتضلها بين كل فنية وأخرى على الإنترنت. كل ما فتح باب النقاش أو كل ما صار في هناك التقاء حواري، إلا ما يطلع لك واحد أو اثنين هيك شردة صغيرة تقول لك يا عمي خلي الشيشان الأردن يحلوا مشاكلهم بالأول، أو شيشان الأردن ما استفادوا وما حققوا أي إنجاز. فأنا طلعت من الأردن وأنا مقتنع بهذا الكلام. ولكن مجرد ما بدأت أدخل مجتمعات شيشانية وغير شيشانية برا الأردن، توصلت لهاي الحقيقة. وخصوصا إذا أنت كنت من ضمن فئة وتعرف ناس كانوا في الميدان وكنت أنت جزء معاهم، وبتعرف أنت كل مدخلات وحيثيات تفاصيل مجتمعك. فلما مجرد ما تطلع لبرا تعرف تعمل نوع من المقارنة. يعني تركيا قعدت فيها شهرين بالسنة الماضية قبل رمضان وخلال رمضان. سوريا بخلال السنوات الماضية قعدت فيها تقريبا سنة إلا. وده بعدين جر من هناك لألمانيا، لبولندا، لأستراليا. قوة أستراليا ما فيها شيشان، بلجيكا، نمسا. يعني الآن عملية المقارنة كشيشان الأردن مع أي قومية، حتى مع شيشان الجمهورية، لا زلت يعني مصر ومستعد يعني مع أي إنسان سوي، إنسان مش حمار، سوي عاقل يناظرني بالتفاصيل الدقيقة، مستعد أنا. لأنه إذا بدك تفوت تفاصيل دقيقة بدك أقل شي ساعتين يعني. فإذا بدنا نحكي عن الصعيد الثقافي كهوية، على الصعيد الديني كاعتدال ديني، كثقافة دينية، علمية، أدبية، الشيشان الأردن ناجحين متقدمين مقارنة مع أي مجتمع شيشاني قوقازي خارج أو الداخل. ممكن في مثلا عشائر ثانية أو قوميات ثانية متقدمين عنا ببعض الجوانب، ولكن مقولة إنه شيشان الأردن فشلوا، أو اللي مثلا على سبيل المثال شيشان الجمهورية اللي سووه شيشان الأردن ما سووه وفاشلين وإحنا ما استفدنا. اللي بيروج لهاي العبارات بصوته النشاز هو يا إما جاهل أو مغفل أو ضمير غائب. هذا الزلمة
يعني هاي الفئة اللي بتضلها تركز أو بتضلها تعيد إنه الشيشان الأردن يلتهوا في حالهم بالأول، يحلوا مشاكلهم بالأول. الشيشان الأردن لا، ما بيستفيدوا وما فادوا وما استفادوا ولا بحبوا حدا غير المستفيد. باخته فاجئه بسؤال، قول له طب والله اطرح لي المشاكل تاعتنا، بتلاقي زي الدابة بيلتجم، بيعرفش. ليش ما بيعرف؟ لأنه هو عمره ما كان جزء بحل المشاكل، عمره ما كان في الميدان، عمره ما كان في الطليعة، عمره ما كان في المقدمة لحتى يكون إيش، جزء فعال مساعد يحل مشاكل. هو كان طول عمره ولا زال هو عبارة عن كيبورد على الإنترنت، بس فقط بنظر وبحاضر وبداقر. وبعدين هي يعني فئة صغيرة ولكن غوغائية، أصواتها كتير نشاز، يعني كتير بيعملوا فوضى يعني. ومعروفين يعني. تيجي مثلا انت على بعض الصفحات على الفيسبوك، راح تلاقي في صفحة او في جروب، اقرأ الاسماء اللي جوا، هم يعني نفسهم معروفين مين هذول اللي بضلهم يكيلوا مكيالين، ما حدا رح يعرفهم. خصوصا الجمعيات، الاسماء، الشخصيات الموجودة بالأردن، سواء كانوا شباب أو كبار أو صغار، بس يقرأوا بيقول لك مين هذا يا زلمة؟ هذا ما كانش، لا هذا لا للسدة ولا الردة، هذا لويش قاعد على الانترنت بيحاضر علينا، وبالعكس كمان بقلل من شأننا وبنزلنا. فعلى سبيل المثال لما بتيجي على صفحة ثقافة الشيشان والأنقوش اللي أنشأها دكتور أمين شمس الدين، مع كل الاحترام لمكانته وعمره، بغض النظر عن الفارق الكبير بين التوجهات والآراء، هي عبارة عن صفحة مسمى ما له أي علاقة بالمضمون. يعني هي الصفحة عبارة عن توجه أمين شمس الدين، دكتور أمين شمس الدين. هو المضمون والمواد المنشورة هي عبارة عن تطبيع روسي، توجه روسي. والزلمة بيقول لك أنا هذا هو توجهي، أنا هذه هي أفكاري، وما بخبيها يعني، ما بس اللهم المسمى غير، يعني هي مش ثقافتنا هذه أولا وأخيرا. وهو بيطرح بين فترة وفترة موضوع هيك ثقافي تاريخي، بس بالنص بيكون ملقح تلقيح، يعني شو هو حاب يطرح للناس، ولو انه هو بيترك النقاش مفتوح للي بيعارض للي بيأيد الى اخره. ولكن في عندك هذول الصف الطابور الخامس اللي نعم قد اصبت كبد الحقيقة، ونعم وهذول الخميسة والكبيسة والختيمة. فهذول اللي انا بحكي عنهم، هذول الختيمة، هذول تعال جيبهم حللهم. يعني اليوم احنا بدنا نعمل هيك بسرعة مقياس سريع، بدنا نستحضر شخصية شيشانية نموذجية مو معقدة، شخصية معروفة للكل، ومش في ميدان واحد، في عدة ميادين الزلمة قدم إنجازاته، ونحط هؤلاء مع هؤلاء مع هذا الرجل بكفة. علما في كثير شخصيات، بس احنا بدنا نختار واحدة نموذجية. على سبيل المثال الأستاذ الفاضل جمال أصحاب، اللي بتطلع على تاريخ جمال أصحاب مهنيا، شو فاد وشو استفاد، أكاديميا إداريا شو فاد شو استفاد. مثلا على سبيل المثال جمال أصحاب، أستاذ جمال أصحاب لما كان يتوظف بأي شركة بخلال شهر شهرين كان يكون موظف له حوالي 10 15 شجاني، وأنا واحد منهم أكثر من مرة يعني. وين ما راح كان يجر معاه شباب وظائف. هذا مهنيا. مثلا تعال إداريا، ما في اجتماع، ما في نشاط، ما في فكرة إلا وجمال أصحاب بالطليعة بالنص. في إنشاء المجلس العشائري الشيشاني أشهر وسنوات الزلمة كان من ضمن مجموعة أشخاص اللي خلقوا وأوجدوا الدستور الداخلي، النظام الداخلي للمجلس العشائري الأولي. شو في هناك أفكار لتنمية المجتمع الداخلي للشيشان، نشاطات، شو في هناك أي تحركات، أي مساعي، إلا والزلمة في الطليعة. وكونه هو في المعترك الميداني ودائما في الطليعة، ودائما مطلع على المدخلات والمخرجات والحيثيات والتعقيدات تاعت المجتمع تاعته، فهو صار على دراية، على إدراك، على علم بإيش سلبيات المجتمع، بإيش إيجابياته، بإيش أوجاعه. فالزلمة فكر بفكرة، طلع على الإنترنت مثلا طرح فكرة بما يسمى
آه، الدستور أو تأسيس بيت الشيشاني. طرح الفكرة وراح غط ونفذ الفكرة. عمل نوع من البروجيكتور PDF، طرح موضوع زي نظام داخلي للأسرة الشيشانية، التكوين الداخلي كيف، علاقة الابن والأب، تربويا، ثقافيا، إداريا، يعني غطى كثير من الجوانب اللي بتساعد أي أسرة تبني أدوات حوار، أدوات احترام، أدوات التقاء، أدوات خروج، التنمية. فأي واحد مطلع أو أي واحد منقر لما يطلع على المشروع، الفكرة اللي سواها جمال أصحاب، بيعرف إنه هذا الزلمة قبل ما يوصل لهذا المستوى هو على خبرة عالية، وهو فعلا كاين داخل مداخل كثير معقدة لحتى يقدر يتوصل لهذا النوع من الإنجاز. فكرة طرحها، نفذها، ما حاضر وما ناظر الناس وما قاعد يحكي لغيره يروح يسويها، لا هو طلع وسواها. الآن بنى زي دستور داخلي للأسرة الشيشانية، كيف إنه يحافظوا على اللغة، كيف إنهم يعني تربويا، ثقافيا، اجتماعيا، أدبيا، أخلاقيا. قدم أفكار جدا رائعة. هذا جمال أصحاب. إداريا وأكاديميا ومهنيا وميدانيا، كيف الزلمة جمال أصحاب لا هو شخصية صاحب مناصب وزارية، ولا هو صاحب سعادته، ولا صاحب فخامته، ومن الإمكانيات العدم الرجل أنجز. الرجل يطرح أفكار وينفذ أفكاره، ما بيطلع على الانترنت وبصربعنا ويقعد يشتم به العالم ويقعد يقلل من شأنهم، لا، بيطرح فكرة وبينفذها. الآن هؤلاء الطابور الخامس، المطبعين، أو حتى هم ما عادوا مطبعين هسه، مع احترامي الشديد لهم جميعا صاروا انبطاحيون كثير يعني، لدرجة إنه شيشان الأردن صاروا كخة مع هاي الكلمة ولا بطيقها. وهم الوحيدين الفهم، يعني هم اللي الله أعطاهم المعرفة. الله ما أعطى سبل المعرفة غير لهاي الثلة. فصفى إنه اللي أي صوت معارض لإلهم، أي واحد غير انبطاحي، صار هو عبارة عن واحد فوضجي غوغائي مشكلجي، إنه هذا عدو المجتمع، عدو الانفتاح والتغيير اللي صاير بالساحة الشيشانية. فبرجع بعيد، شيشان الأردن ثقافيا، لغة، هوية، ما حدا بيقدر ينازع عليهم. يعني شيشان الأردن بالفترة المرحلة اللي هم فيهم الآن، شو هم عم بيناقشوا، شو هم عم بيعتركوا جوا، على إيش عم بيختلفوا. هاي المرحلة لبعض المجتمعات الثانية، لشيشان أوروبا ولشيشان الجمهورية ولشيشان تركيا، تعتبر من الأحلام اليقظة اللي يقدروا هم يوصلوا عليها. يعني هم لسه بدهم 10 سنوات ليقعدوا جنب شيشان الأردن ويوصلوا للمستوى اللي إحنا فيه من أي جانب بدك إياه، بس فقط الجانب الاقتصادي اللي إحنا مقصرين فيه، لأنه المنطقة كلها متأثرة اقتصاديا بالأردن يعني. العامل الاقتصادي اللي أنا لازلت أعول أو أحمل مسؤولية الجانب الاقتصادي، المسؤولية لتوقف أو تباطؤ حركة التنمية والتطور والصعود بالمجتمع الشيشاني داخل الأردن. لو كان عندنا إمكانيات اقتصادية مثلا زي شيشان أوروبا أو زي شيشان جمهورية، والله كنا أبدعنا بكل معنى للإبداع. فحتى إذا أنت بدك تقارن مثلا شيشان مع العشائر الثانية، مع الأمم الثانية، زي على سبيل المثال الشركس. يعني الشركس إخواننا عندهم مؤسساتهم، عندهم نواديهم، عندهم مراكزهم، عندهم أدوات، عندهم نشاطات، عندهم جهد هائل يضع في داخل المجتمع الشركسي، بس لليوم مش قادرين ينتجوا جيل يتحدث بلغة الأم. وأتمنى يعني هم يقدروا يطلعوا عن هذا التحدي وينتجوا الجيل. على كل حال، هذه النقطة الأولانية اللي هي بما يخص شيشان الأردن. ولا زلت أتحدى أي إنسان يناقشني، أنا مستعد أطرح له، أقول له من عند أوروبا لعند شيشان أوروبا، وأحطهم مقارنة بالتفاصيل الدقيقة بالنسبة لشيشان الأردن. الآن مشكلتنا بشيشان الأردن هي يعني شريحة صغيرة
شردمة صغيرة، أتيح لها مساحات صغيرة لبث النشاز تاعهم، ولكن هم يعني عندهم غوائية عالية جدا، فلذلك بتحس انهم كثار، ولا هم كم من واحد معدودين عد. واللي ذابحنا انه في ناس مثلا على سبيل المثال، يعني اكيد ما راح انا احكي اسامي لانه بديش اعملها قيمة رجولية، مع انه براءة يعني في ناس بقعد لي على الانترنت بقول لك طب احنا بدنا حلول. لإيش بدك حلول؟ لمشكلتنا. شو في هيك ممكن يعني؟ طب انت شو رأيك يعني كيف بدنا نحل مشكلة الشيشان؟ انت حل مشاكلك بالاول يا زلمة، انت حل مشاكلك الشخصية قبل ما تلتهي بغيرك. يعني انت عبارة عن انسان عالي على نفسك وعالي على المجتمع، وانت اذا بتوقف قدام الله وخلق الله تحكي كلمتين ما بتعرف، لانك انت اصلا مش متعلم، انت امع، كلك نمش وامع. وتيجي انت اللي بدك تقعد على الانترنت وتفتح لي باب نقاش وتصربعنا بالنقاش، وانت بينك وبين الميدان رحمة الله. انت عمرك ما كنت جزء في حل، انت عمرك ما كنت جزء بنشاط. تقول لي بالسبعينات والله كنا نطلع شباب وطلعنا وتهاوشنا وكنا نلتم، حكي فاضي. تقول لي والله لمينا مرة مصاري للجمعية، حكي فاضي. تعالي انت على الميدان يا عمو، شو كنت تسوي؟ شو كنت تلعب جزء حل انت؟ ما فيك يعني، ما عندك اي خبرة، ما عندك اي علم، ما عندك اي ثقافة، حتى اخلاق ما عندك. فتيجي انت اللي بدك تقعد تتصاول وتناقش وتحاور بما يخص شان الاردن. هذه جريمة لنا يعني. فالتعفف والترفع عنكم اكثر اشي المفيد بهذا الوقت. النقطة الثانية، جمال أصحاب، خلينا الآن نحطه بالكفة ونقارن هاي الشخصيات، الطابور الخامس من هاي الشريحة، من هاي الصفحة. آه، حطهم. أكثر واحد لما يقول لك شيشان الأردن لا فادوا ولا استفادوا، أنت بإيش فدت؟ أنت بإيش كنت يوم بيوم بحياتك؟ كنت جزء بنشاط، بعمل، بفكرة، بميدان، بأي مساعي، انك كنت يعني صاحب مسؤولية وعندك نوع من المشاركة، انك انت تنهض بمجتمعك. عمرك كنت هي حتى الفئة اللي راحت سافرت على الشيشان واستقرت بالشيشان، لما تشوف شو كيف بكتبوا من هناك، كيف عم بيناقشوا بهالعالم، بتحس انه هذا اللي بنى الجرش، هذا اللي نحت بتراء. مين هذا؟ تعرفوش؟ وبقعد يحكي لك عن الشيشان الأردن، يعني تقول كان مختارنا ولا كان نائبنا الزلمة. و مين انت يا زلمه؟ انت يا زلمه والله ما انت معروف يا زلمه، والله انت لو كنت بني ادم عندك نخوه وعندك الغيره على مجتمعك، غيره على عشيرتك، كان عرفناك يا زلمه. بس ما في، انت ضمير غائب انت، وقاعد يا زلمه بتحملنا جميله، او قاعد بتعايرنا مثلا، او قاعد بتعيبنا. والشيشان الاردن يحلوا مشاكلهم بالاول. الشيشان الأردن كانوا ولا زالوا هم دائما حل أكثر المشاكل، سواء لشيشان سوريا، سواء لشيشان تركيا، سواء لشيشان جمهورية. وفي يعني بوقائع، يعني مش حكي والله من راسي يعني. فالدنيا اتغيرت. الآن أنا داخل على النقطة الثانية، بدي أمرق بسرعة على موضوع شيشان الأردن، بس بدنا نتفق على هاي النقطة، إنه شيشان الأردن أفضل نموذج قومية، مجموعة ناجحة عايشة على وجه الأرض، أبى من أبى وشاء من شاء. بدنا نتفق على هاي النقطة. إذا بدي أقول لك عن الوضع الداخلي الاجتماعي في الشيشان، راح نكون إحنا بالطليعة. وإذا بدي أحكي لك مثلا عن شيشان الأوروبا اللي لهم مثلا 17، هاي شيشان بلجيكا مثلا، هؤلاء بلجيكا أصغر من الأردن، والشيشان اللي فيها قد شيشان الأردن، وعندهم إمكانيات اقتصادية وعندهم إمكانيات كل شيء، إلا إنه الآن جيلهم اللي انولد قبل 15 سنة لا يتحدث الشيشانية، مش كلهم، 80%. شيشان الأردن لهم 120 سنة بالأردن، أصغر ولد عندنا بيحكي شيشاني ما شاء الله. أنا بقول لك هسه على الجانب الثقافي، لغة يعني هوية. إذا بدي أحكي لك دينيا، وإذا بدي أحكي لك أسريا واجتماعيا، والعلاقة ما بين الذكر والأنثى والأب والأم والأب والابن، بدنا أشواط، بدهم 15 سنة ليوصلوا زينا. فالنقطة الثانية، الخطر اللي إحنا كشيشان أمام الخطر اللي أنا حكيت عنه. يا أخوان، موضوع
معارض ومؤيد انتهى. موضوع انه انت مع ولا ضد انتهى. موضوع انه قاديروف ضل ولا راح انتهى. موضوع بوتين هذا الحكي صار عبارة عن ماضي، انتهى الموضوع هذا، يعني ما عاد يهم. الآن الشيشان على أمام خطر وأمام منحنى خطير جدا. قبل سنة بيطلع لك الديوث الزنديق ياسر الحبيب، وبإحدى الخطب تاعونه نوه تنويه هيك فكرة إنه تشييع الشيشان، لو الشيشان تشيعت وصارت من شيعة علي راح يبطلوا ينضموا لصفوف الإرهاب. في موقع إيراني واحد شيعي كاتب مقالة، اللي بيقرأ المقالة كويس وبيحللها كويس بيقتبس فكرة المراد من المقالة إنه ياسر الحبيب ما نوه لموضوع تشييع الشيشان إلا ما كان بعد ما أن وضعت الخطة والبرنامج لتشييع الشيشان وهي على قيد التنفيذ. الآن دخلت حيز التنفيذ على الأرض الواقع، وقتها ياسر الحبيب طرح الموضوع أو نوه الفكرة، بمعنى أنه هو أصلا الموضوع شغال. الآن الشهر الماضي شفت مفتي الشيشان قاعد طلع على فيديو على التلفزيون وضبطوا مجلدات وكتب تنشر الفكر الشيعي في الشيشان. مجلدات وكتب الآن توزع في الشيشان من جهات غير معلومة تنشر الفكر الشيعي في الشيشان. ما قبل سنتين بنوا مسجد مزار حسيني في محافظة خسيورت التابع لداغستان، وتاريخيا هي ترجع للشيشان. عملوا مزار حسيني للشيعة بمنطقة خسيورت. صار في أحداث تصادم ما بين المجتمع السني والمسجد الشيعي وحرقوا المسجد. بنفس الأسبوع تأتي السلطات الروسية بتلم كل المتورطين بالموضوع وبتنفذ فيهم أحكام تعسفية شديدة جدا، ربت كل المحافظة فيهم. الآن هناك 3 مساجد، 3 مزارات حسينية للشيعة في خسيورت. وإذا أنت ابن أهلك وزيد الهلالي احكي شيء أو حاول أنك أنت تتعرض لهاي المساجد. بمعنى هاي المساجد والشيعة تحت حماية روسية كاملة داخل الشمال القوقاز. احنا عارفين هذا المفتي هذا الحمار صالح ولا طالح طلع على التلفزيون قبل يومين وعم بقول لك احنا ما راح نسمح للطائفة الشيعية تروج وتدخل الشيشان. كذاب حمار. لأنه احنا عارفين يعني قوات الروسية مع الشيشانية مع الإيرانية براية إيرانية تحت راية يا حسين بسوريا، زواج عرفي ما بين الشيعة والروس، تحالف سياسي عسكري مع الروس. فيوم انه بوتين يقول لك بدهم يفوتوا غصبت عنك. طب ما انت اصلا مسبقا مدخل معبد يهودي بالشيشان بنيته، وهي العيد السنة الماضية من رأس السنة هاي اليهود احتفلوا بعيدهم بالشيشان، وانت عامل كنيسة. شو المشكلة انه الطائفة الشيعية ما راح تفوت؟ تلفون واحد يا حمار فوتهم خلاص فاتوا. ما انت كنترول باص انت اصلا، انت لا مفتي ولا رئيس جمهورية، انت عبارة عن برداية. فوت اعمل سوي اطبع انتهى. واللي يعني الموضوع صار اشي اكبر من الحرب. الموضوع اللي احنا مقبلين عليه اكبر من حرب واكبر من اردن واكبر من بوتين واكبر من قاديروف. ولسه في عندنا ناس بالاردن محسوبين يعني اكاديميا ومحسوبين شيشان لسه قاعدين بتطلعوا لي على انه الشيشان بسلام، الشيشان احنا شيشان الاردن اولى بانه نهتم بحالنا. واكاديميين دكاتره نازلين يحكي لي عن توراه ما قبل 150 سنه لامام شامل وشو سوى وسرق البلد ونهب البلد والشيشان ضحك عليهم. وبيجيك واحد ثاني قبل 450 سنه احنا تعذبنا وتدبحنا، اتركوا بعد ارجع له بعد 450 سنه بتلاقيه لسه عم بيحكي احنا قبل 450 سنه تدبحنا. اكثر من هيك سلام يسلمك. الان انت كشيشاني، انت الان كشيشاني الاردن في عليك واجب، انت في عليك نوع من الواجب انك انت عندك الادوات انك انت تكون تشكل فارق.
انك انت تبخس من حالك وتفكر حالك بلا قيمه، لا ترد على هاي الشرذمه الثله هذه، ولا تخليهم يسيطروا على عقلك انك انت بني ادم ما لك قيمه. صدقني لو انت كمجتمع كشيشاني بالاردن ما لك قيمه، كل الرؤساء المتعاقبين في الشيشان ما كانوا يجوا زيارات مكوكيه على شيشان الاردن بشكل او باخر. نعم هم مو بحاجه بشكل او باخر هم مو بحاجه للشيشان الاردن. الرؤساء مثلا احمد قادروف والغانوف والثاني هذا الحمار الموجود هسه، بس بنفس الوقت ما بدهم كمان الشيشان كمعارضين، شيشان الاردن كمعارضين. يعني هم ما بدهم، مش بحاجه لنا، وبنفس الوقت ما بدهم ايانا اعداء، ما بدهم ايانا معارضين، لان هم عارفين انه شيشان الاردن مثقفين، عندهم ادوات اتصال، عندهم ادوات اعلام، عندهم لغات، عندهم ثقافه، عندهم نوع من الكاريزما، اللي منفتحين بالعالم العربي، منفتحين بالعالم الغربي، مثقفين. فلذلك هم يعني لا بيستغنوا عنا ولا ان هم بحاجه لنا. ولكن انت الان يا اخوان، يعني موضوع كشيشان الخارج، شيشان المهجر، انت في عليك واجب انك انت تكون نوع من الصوت الحر، انك انت تكون نوع من المراقب. هناك برنامج حقيقي خطير يتم تنفيذه على شيشان الجمهورية، برنامج أكبر من ما كنا نعرفه لغاية اللحظة هاي. طبعا أقسم بالله العظيم يمين ثانية الآن أحلفه في هذا المحضر، اللي أنا لما كنت في الأردن، من خلال المعلومات اللي كنا نحصل عليها من الإنترنت، من المعارف، من الأشخاص، كنت أعتقد لوهلة إنه إحنا عنا على دراية وعلى خلفية كافية بالمجريات اللي عم بتصير، سواء بشمال القوقاز بشكل عام أو بالشيشان بشكل أخص، ومع شيشان أوروبا. ولكن لما أنت لما أنا صرت بيناتهم، اتأكدت إنه يا أخوان أقسم بالله يعني ما كنا نعرف خمس الحقيقة، ولا نص الخمس حتى كنا نعرف من الحقيقة. يعني ما تشمئز له الأبدان من الحقائق اللي أنت، من المجريات اليومية اللي عم بتصير، الأحداث اليومية، سواء في شيشان الجمهورية سواء مع شيشان برا. يعني أنت ما راح، يعني بدك أول شهر شهرين بس تتقبل الصدمة اللي أنت راح تصير فيك، يعني بس تعرف القاع مزبوط. ففي ناس الآن بعقلياتهم البسيطة في شيشان الأردن بقول لك إيش هو مستحيل يتشيعوا. طب تعال، السؤال اللي بيطرح نفسه، شيشان الجمهورية هل هم مستعدين مهيئين ليتشيعوا أو لا؟ السنة الماضية شفتوا كلياتكم مجموعة 7 أشخاص شيشان راحوا على العراق عند واحد حمار كزنساني، وراحوا يحجوا عنده ويعلنوا يعني اعتنقوا طريقته. ومن طقوس الاعتناق الكزنسانية طعنوهم بروسهم بحرابي. العالم شاف المشهد المقزز هذا، والعالم كلها يعني كان تركيزها على هذا المشهد المسرحي اللي صار، الطقوس اللي صارت. بس ما حدا من شيشان الأردن بيعرف شو صار بعدين لما هاي الثلة حاربهم الله، لما رجعوا على الشيشان شو صار. نعم صار انه رمضان قادروف جابهم وصار في بيناتهم مناظرة هزيلة، ولكن بالشارع الشيشاني هؤلاء الثلة ال5 7 أشخاص تم استقبالهم استقبال رهباني كبير، روحاني تقول، يعني أو يا هذول مرسلين من السماء، فقط لأنهم كانوا في محضر الشيخ الكزنساني قدس الله فضح الله سره. فهؤلاء تم مباركتهم من هذا الشخص الولي اللي مبعوث من الله، فالناس اتباركوا فيهم. شوفوا يعني الجهل اللي هم فيه. وفي عائلات كبيرة عزمتهم وعملت ولايم وصالات كبيرة، والنسوان والزلام والعالم والختاري ملتمين، والحمار هذا كبيرهم اللي متقدمهم قصته قصة. هذا لو تعرفوا قصته يعني مصيب الزلمة هذا. هذا قال ماسك حبل بإيده، والحبل حوالي تقريبا 10 أمتار، اللاف على حوالي 200 شخص، وكلهم ماسكين الحبل مشان هو إيش يبارك لهم. يعني عامل زي ما تقول واي فاي كونكشن. فالشارع الشيشاني حتى المشاهد اللي شافها من الطعن بالخناجر تقبلوا الموضوع. بمعنى البرامج والسياسات الهرطقية اللي بيمارسها رمزان قادروف الآن
الشيشان بيئة خصبة للتشيع، للهرطقات، للكفر، للإلحاد، للشيوعية، لأي تعرف يعني. بس هسه الشيشان حاليا بحاجة لواحد معمم شيعي متحدث بالروسية طليق اللسان، بس يفوت على الشيشان والله لا يعمل كوارث. هذا الموضوع يعني انت عم تحكي عن التطبيع العسكري، انتهى موضوع تطبيع يعني الاحتلال الروسي لا زال قائم. التطبيع صار خلينا نحكي العسكري ببدايات المرحله مع احمد قادروف، وطبع عسكريا واغتالوا الثوره واغتالوا المقاومه وسرقوا البلاد. وبعديها اجت المرحله الثانيه اللي هي رمضان الحمار الموجود هذا السفاح. صار في هناك نوع من التطبيع السياسي، حولوا الشيشان، أنهوا المقاومة وحولوا الشيشان عبارة عن مرتزقة، كلاب ضالة، كلاب موجهة مبرمجة. لما صار في مثلا أحداث في أوكرانيا، هجموا على أوكرانيا، صار في جورجيا هجموا على جورجيا الشيشان اللي بعتوهم، وهسه على سوريا بعتوا شيشان. فالتطبيع السياسي انتهى، الآن في هذا التطبيع الديني، التطبيع الطائفي. الشيشان أمام خطر كبير جدا. إذا طبعا برجع بحكي ما عاد يهم الموضوع، راح بوتين اجى قادروف، راح قادروف، هناك دب روسي صهيوني يعني استفاق من سباته. الآن هم يقتلون الشيشان عقائديا وسياسيا وثقافيا وكل إشي. في فيديو مصور لبوتين يقول لك لن نسمح بالدين إسلامي في الشيشان إلا الدين التقليدي اللي هو الصوفي. الآن بعد ما إجا السبعة اللي راحوا على الكزنساني وراحوا حجوا ورجعوا، قادروف جابهم، كلكم شفتوا الفيديو أنا نشرته. صارت مناظرة. يا أخوان المتلقي العادي كان يفكر إنه هاي رمزان قادروف جابهم مشان يناظرهم أو مشان إنه هو يغلبهم. لا يا أخوان، هاي المسرحية كلياتها كانت عبارة عن بس عملية إعلامية هوجاء لتشهير فيهم فقط. والموضوع كلياته كان يحاك على كلمتين فقط، كلمتين حكاهم جو الحمار رمزان قادروف جوا المناظرة اللي صارت. الكلمة الأولانية اللي برجع للفيديو راح يسمعها، رمزان قادروف أقر الروحانية والرهبانية للكزنساني، وإنه هو مبعوث من فوق يعني بما معناه بس للعراق، وأقر العلم والولاية للكزنساني، ما رفضوا ولا نكروا. بس احنا عندنا اوليائنا، ما بدناش اولياء، ما بدنا طرق جديده في الشيشان. هاي الشغله الاولانيه اللي حكاها على التلفزيون. والشغله الثانيه انه الولي كنت حج كان امي لا يكتب ولا يقرا ولا يعرف العربيه، ولكن العلم اللي كان عنده كان الله يوحي بالعلم لكنت حج. العلم كان ينزل عليه، يعني كان يوحى له بالعلم. شغلتين، انا يعني جريمه هذه يا اخوان، واحنا لسه مش عارفين شو الوضع اللي عم بيصير. ولسه في عندنا شيشان بالاردن قاعدين لي يعني انت وين يا زلمه؟ انت وين عايش يا زلمه؟ انت مفكر حالك عن جد انك فهمان انت يا زلمه؟ يعني في عندك ناس، انسان الناس الفهمانه. خلينا نشوف الشرذمه هاي الثله اللي تحت والطابور الخامس الختيمه هذولا. استحوا حالكم شوي يا اخوان، استحي على شيبة وجهك يا زلمة، استحي على نمش وجهك. بتروح لشهر على الشيشان بترجع بتقول لي الشيشان عايشين بالسلام؟ لا وعزة جلالة الله ما هم عايشين بالسلام. هذا السؤال أوجهه للطابور الخامس وللثلة اللي راحت على الشيشان واستقرت. ما قبل 2016 3000 وفراطة، 2016 لحاله 3200 وفراطة وافد لاجئ شيشاني خرجوا من الشيشان ودخلوا الأراضي البولندية. والآن لغاية اللحظة اللي احنا بنحكي فيها هؤلاء الشيشان مقيمين بمخيمات جدا سيئة، أوضاعهم الصحية سيئة، أوضاعهم بشكل عام سيئة جدا. ولا بقول لك احنا يا منموتون يا ما بنرجع على الشيشان. السؤال اللي بيطرح نفسه، إذا الشيشان عايشين بسلام وعايشين بجنة وعايشين بأمير المؤمنين رمزان قادروف،
بس اقنعني، او انت يا شهب يا جهبذ، انت يا علامه، يا انت اللي قاعد يا زلمه بتسربعنا ليل نهار على الانترنت، ويا كبد الحقيقه، اذا انت ما زلمه مطلع جيب لي توضيح واحد. ليش بسنه واحده ما يقارب ال 3200 وفراط شيشاني تركوا جنة الله على الأرض ويجوا على أسوأ دولة أوروبية طلبوا فيها اللجوء؟ بس فهمني هاي. والأرقام مش أرقام جعفر ولا جعفر وسعاد بطيخ، أرقام موجودة على مواقع الحكومة البولندية يعني. الآن هناك ما يقارب ال 6000 وفراطة، بس لغاية 2016 3200 وفراطة اللي جايين. ليش تاركين جنة الله وراهم جايين لجوء؟ بس فهمني هاي. في فيديو ثاني والله لأحكي لك عن الوقائع والأحداث اللي عم بتصير في الشيشان في القاع، ومع يعني مع تفاصيل، يعني أي واحد بس يسمع راح يعرف إنه هذا الحكي مش حكي فيلم ولا مهندس ولا مسلسل، لا، هذا الحكي مع تفاصيل، مع أسماء وقائع بتصير يومية وأنا بيناتهم يعني. بقول لك شيشان عايشين بسلام. بعدين شوف يعني هسه هون دكتور امين شمس الدين بسياسته الرماديه قاعد بيسولف لك، بيناقش، بيحلل شخصيه عاشت قبل ابصر 200 سنه. امام شامل، علما انه اختلف مع الشخصيه انا، بس مع ذلك انا يعني شخصيه قبل 200 سنه جاييني بمصادر روسيه، ابو الذر وابو البطيخ ابو الزر، شخصية جدلية لا يؤخذ فيها ولا يعني ولا حتى يحكم بأي موقع تاريخي، كونه هو أصلا مصادره الروسية، نازل يناقشني عن واحد عاش قبل 200 سنة اللي هو إمام شامل، وسرق البلد وسرق الخيرات وسرق الدنيا وضحك على الشيشان. طب احنا هي الشخصيات اللي عايشناها بالحرب الأولانية بفترة من الفترات كانوا أبطال أسود الله على الأرض. لما إجا الحمار الموجود اليوم فجأة في ليلة وضحاها الشخصيات اللي إحنا كنا حاطين يعني رافعين صورها كل محل، فجأة بليلة وضحاها تحولوا لخونة. الشيشان حولوهم من أبطال لخونة، وعلى مرأى من بصرنا، وانتم أولهم يعني. وأكثرهم اللي كانوا مثلا الطابور الخامس اللي عندك قاعد اللي بيقعد يختم، هؤلاء كانوا أكثر الوطنيين اللي كانوا رافعين شعارات الثورة، واليوم طلع عليهم. فشخصيات معاصرة من لا إلى بسنتين تحولت من أبطال لخونة، جايين تقول لي عن 250 200 سنة إمام شامل شو صار فيه وشو عمل وشو سرق وشو عمل. حكي فاضي، حكي فاضي. في عندك إذا أنت فعلا لو كنت تعرف كان لازم تعرف إنه شيشان على وشك التشيع. أبخازيا فيها شيعة، جورجيا فيها شيعة، داغستان يا أخوان، داغستان فيها نوع من الصوفيين بيتبركوا وبتوضوا ببول مرشدهم، داغستان. فتخيل انت الوضع الثقافي كيف عامل عندهم. فانت جاوب نفسك لما تقول لي ناس قاعد عم تطعن بروسها وتقبلوا الموضوع. لليوم 2017 في هناك آلاف مؤلفة من الشيشان بيتكلموا مع شواهد قبور، بيتكلموا مع شاهد قبر على أساس أنه يسمع ويتكلم ويرى. في ناس لسه قاعدة عم تبكي على عكازات كانت قبل 200 سنة لواحد من الأولياء. الناس لسه قاعد، المرأة الحامل عم بتروح على قبر مشان تطلب من هذا الميت المحترم انه يخليه ولد مش بنت مثلا. اللي ما عم تولد، ما عم بيجي اولاد، عم تطلب من الميت. هؤلاء بدك تقول لي ما راح يتشيعوا؟ كان شو سيزود بيرشا تسحن بتن شن بتن ماري ديش جيتش خينا دوي ارع خلق ما خيتيت للشين اقر بورق بيش خينا ويوم ما دش تستير رمزان قادر بوغيول هما تو يخليج تو ينعد عيستن يصح يخليج تو يسيخ خليج تو عاد عشدوي ويتخن، عاد عشدوي شو تخن. كان شيء زود بيرش جيتش خينا عدوي شيعي سن ماري شات حن بتن شن بتن دعا سابق جيتش خينا شين خل ما خيتيتلش وين إيه تورشتو يغوق وهي يقول شو كويز صح خلصتو مش ديستيز. ختامها من 2008 2007 لغاية 2017 الفئة اللي متقدمة بالشيشان الأردني اللي قاعدة زيارات مكوكية على الشيشان ومطبعين انبطاحيين مع الحكومة الموالية، انتوا لهسه سؤال شو سويتوا؟ شو الفائدة اللي انتوا استفدتوها؟ شو
شو هالاستثمار اللي استثمرتوها انتم، شو الفائدة اللي استحصلتوا عليها من الحكومة الموالية من 2007 لغاية 2017؟ فائدة واحدة. حديقة عملكوا، بعث لكم طيارات. إذا هاي هي الفائدة اللي انتم بتسجلوها كفائدة، روحوا شوفوا مثلا تسوق فلسطيني اللي أبغوا عن صوت عن هودي نصار، أو كيش ما تكشكح هوديش تسو دبي هوديش تسو. فشو هالفائدة مع انه الاصطدام تاعنا صار بخلال 2016 فقط؟ خلال السنوات الماضية شو هالتحصيل اللي حصلتوه من الأوضاع الحالية انتو اللي السياسيين والجهابذة انتو؟ هذا سؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.